السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا دفعة 2025. ايه الأخبار يا بطل؟ عامل ايه؟ ايه رأيك في الشعور ده؟ لا انت عارف انت تبع كلية ايه؟ ولا انت رايح فين؟ ولا حضرت سكن؟ ولا حضرت أي حاجة؟ عادي 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 عادي، اجمد يا عم اجمد، انت في الأزهر يا ما هنشوف. عادي عادي يا باشا. انت عايز تعرف ايه؟ والله انا عايزك تكلمنا عن الرغبات. ان شاء الله تفتح في آخر 8. انا بكلمك بناء على ايه؟ على السنة اللي فاتت، احنا السنة اللي فاتت الرغبات فتحت في اخر 8. ان التنسيق ظهر في قبل الدراسه باسبوعين. كنت عارف انت تبع كليتي، قبل كده انت ما تعرفش حاجه، بس كده. يبقى الرغبات ان شاء الله تفتح في اخر 8. تمام شكرا. طب التنسيق ان شاء الله في اول اسبوع في 9، بس كده. طب بالنسبه للمدينه، والله يا صديقي العزيز المدينه السنه اللي فاتت فتحت لنا في شهر 10 او مثلا فتحت لنا في فتحت لنا في اخر 10 كده، اخر 10. فاكر. نتيجتها ظهرت امتى؟ نتيجتها ظهرت في شهر 12. يعني انت فضلت 9 اللي هو اخر، يعني قول 10 11 و12 ساكن بره. تمام. انت فضلت 10 11 12 بتسكن بره لحد ما نتيجه المدينه تفتح، لحد ما النتيجه تظهر يعني في شهر 12. بعد كده بتبدا تسكن في ايه؟ في اخر 12 اول واحد كده. طب السنه دي في كلام بيقولوا يعني المرحله الثانيه اللي هو انتوا سنه اولى هتفتح في اول اسبوع في السنه. نتمنى. واما لو ما عملتش كده ان شاء الله هتفتح امتى بقى؟ كالعاده في اخر شهر في الدراسه او في اخر اول شهر في الدراسه، والتسكين يبقى في شهر 12. تمام كده؟ تمام. بالنسبه للسكن الخارجي، والله يا صديقي العزيز بما انك طالب ازهري، فاحنا مفيش غير جمهوريه السادس. يعني بص، من ازبل الاماكن او من اقبح الاماكن اللي هتشوفها على مستوى في حياتك يعني. فانت ايه يعني؟ عشت الرفاهيه والدلع والهشتكه اللي انت كنت عايشها في بيت والدك، تنساها. ان تلاقي سرير نظيف واوضه نظيفه وحيطه مدهونه، مفيش الكلام ده خالص. ده انت هتسكن في السادس. تمام. هنبقى كام في الشقه؟ تقريبا هتبقى 12 في الشقه، على حمام واحد. ايوه حمام واحد، 12 واحد على مطبخ واحد، والشقه اوضتين وصاله. يعني بص حاجه كده تخليك ترجع. فدي بالنسبه للسادس. هو ميزته ايه؟ ان هو قريب من الجامعه، بيوفر مواصلات، بس كده. طب بعد كده بقى في السابع، وده الارقى والاحسن وكل حاجه يعني، بس بيبقى غالي سيكا 2 سيكا يعني، غالي سيكا او سيكتين كده، ويبقى حلو الصراحه يعني. في ناس كتير سكن فيه كده جميل. خلصنا السابع بنخش على التبه. خلصنا التبه بنخش على عاشر، في الثامن بس ده عالي، وفي زهراء مدينه نصر. ده كده بالنسبه لمدينه نصر بالنسبه للسكن. عندك في المقاولين، عندك برضه المقاولين قريبه من الجامعه، بس ايه بقى؟ انت فاهم، يا صاحبي ومش صاحبي والكلام ده كله، فايه فعايزاك تهوي دماغك شويه. يعني البيئه مش الطف حاجه. ولو بنت ما رشحش انك تسكني في المقاولين يعني، بالتحكي لي يعني، ما رشحش انك كبنت تسكني في المقاولين خالص خالص خالص. تمام. تمام. بالنسبه في بقى ممكن، بص انت كل ما بعدت عن السابع وعن الجامعه عموما، كل ما الاسعار هدت شويه. انت مثلا ممكن تسكن في المقطم جميل جدا جدا. ممكن مقطم جميل و7 دقايق او 10 دقايق من الجامعه يعني، فعندك مقطم جميل. ممكن بقى تشوف مثلا جسر السويس، عندك برضو زي ما انا قلت لك يعني في اماكن كتير جدا، بس انا بقول لك الاقرب الجامعه، الاقرب ليها السادس، السابع، الثامن، التبه، العاشر، زهراء مدينه نصر. وفي ناس كانت بتسكن في التجمع الاول عادي، وفي ناس بتقول لك كانت تسكن في المقطم، وفي ناس كانت ساكنه في المقاولين. بس قلنا لو انت انت بنت ما رشحلكيش خالص ان انت تسكني في المقاولين. تمام. تمام. لازم تعرف صديقي العزيز ان القاهره يعني ايه، اسعار حقيره حرفيا. هو كل سمسار يعني، انت لما تيجي تسكن ان شاء الله شهر ايجار، شهر تامين، شهر سمسار. السمسار بياخد شهر. تمام. والى هنا اعزائي سادتي نكون قد وصلنا الى هذه الدردشه البسيطه بيننا وبينكم. ما تنساش بقى تشترك في القناه، لايك الجميل، كومنتك الحلو العسل كده. لو عندك اي سؤال اتفضل اكتبه عادي خالص. ويبقى يعني كلمه يعني نصيحه مني، ما فيش حد يعني الناس اللي داخله ثالثه ثانوي، اي حد انت تعرف داخل ثالثه ثانوي انصحه، يعني انصحه ما تحبطوش،
دي ماده صعبه، دي ماده بتنجان، دي ماده بنستيف 70، ما بلاش الكلام ده. ان شاء الله توفق ان شاء الله. اي حاجه من الحاجات اللي تتفائل في الاول دي، وسيبوها في الاخر بقى ايه يعني، يلقى نتيجه عمله. ذاكر اجتهد ربنا يوفقه، ما ذاكرش ما اجتهدش هيلبس ان شاء الله. بس انما ما تحبطوش يا عم دي سنه صعبه، لا ملهاش لازمه. قل خيرا او ايه اصمت، يعني انت داخل على مدعكه ربنا يعينك عليها، محتاج اي حد يدعي لك دعوه حلوه. فدي نصيحتي ليك، يعني اي حد انت تعرفه بالراحه فهمه بالراحه، يعني ايه قول له يعمل ايه، نصيحه انت وقعت فيها. وبالنسبه لو حضرتك دفعه 2026 تسمع الفيديو، لو حد ربنا ما وفقوش وبيديك نصيحه اسمعها حضرتك، ما تتكبرش علينا يعني، اسمعها اقف وانصت كده، اسمع من اللي وصل واسمع من اللي ما وصلش، عشان تعرف، عشان يعني تعرف ايه اللي يعني اللي وصل عمل ايه فتستفيد منه، واللي ما وصلش عمل ايه فتستفيد من اخطائه. تمام؟ يعني مش لازم تسمع من حد وصل عشان تعمل زيه خالص، بل بالعكس ممكن اللي ما وصلش يبقى واقع في اخطاء انت هتقع فيها، ودي هي دي اللي هتموتك. يعني مش معنى هتموتك، يعني هتموت مجموعك. في الاخر اجتهد ربنا يوفقك ان شاء الله. ما تنساش تبعت الفيديو لاي حد من زميلك رايح جامعه الازهر، ربنا يعينه يعني ويبارك له ويقدره ويعين اهاليكم ويعيننا معاكم. ما تنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه كده. مع السلامه.